مساء الخير يا كابتن خالد. مساء النور يا كابتن احمد. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. معايا على الخط الثاني الكابتن ايمن عزمي نائب رئيس الاتحاد، انه اكد ان هو لم تتم اقالتك وان حضرتك تقدمت باستقاله وابلغت الاتحاد انك لن تكمل مشوارك كمديرا فنيا لمنتخبنا الوطني للتنس. هو بالظبط ده اللي حصل فعلا. انا اللي بعت ميل للاتحاد نعم. في نفس الميعاد اللي قاله كابتن ايمن. نعم. اعلنت فيه على استقالتي. كان الفتره اللي قبليها كان بقالي اكتر من 6 اشهر ما بحضرش اجتماع اللجنه الفنيه. وكان في اختلاف في وجهات النظر بيني وبينهم سواء في اختيار المدربين او اللعيبه. وكان اكبرها الموضوع الاخير اللي هو بتاع تصفيات كاس العالم. نعم. حصل حتى اجتماع ما كانش بيحصل قبل كده، اي اجتماع بيني وبين مجلس الاداره بين اللجنه الفنيه، وكنا بنرشح فيه الاسامي والمدربين. وحصل اتفاق ان احنا هننتظر نتيجه البطوله الافريقيه اللي هي لعب فيها عبد الرحمن وحسين ونشوف هيحصل ايه بعديها. وبصراحه لما لقيت في اختلاف بيني وبينهم في وجهات النظر فاثرت ان انا استقيل علشان العمل يمشي. مش معقوله ان يبقى في مدير فني وفي لجنه فنيه ومجلس اداره مختلفين طول الوقت، واللي بيدفع ثمن الاختلاف ده اللعيبه والاهالي. انت كان من رايك انه كان ابرز نقاط الاختلاف ايه يا فندم؟ سفر عبد الرحمن مثلا، او الى انه الكابتن ايمن اسهب في شرح هذه النقطه بالتحديد؟ هي المشكله كلها في وضع اللوائح. حضرتك هي طبعا نلتزم باللوائح وكل حاجه، بس اللوائح دي بتتحط على اسس، يعني هي مش قران. نعم. احنا اللوائح دي ما اتحطتش من سنه ونص، هي اتعدلت قبل البطوله وبتتعدل كل شويه. وده كان من اسباب الخلاف اللي بيني وبين مجلس الاداره، ان اللوائح دي عشان تبقى مظبوطه. حضرتك عارف في الرياضه الموضوع مش ابيض واسود للدرجه دي، فلازم تحط على قد ما تقدر لوائح قريبه من الحقيقه ودايناميك، يعني بتتحرك على حسب المستويات. وفي نفس الوقت بتترك مجال لرؤيه فنيه صغيره جدا، لان بلدنا فعلا الرؤيه الفنيه فيها بتبقى صعبه، فانت بتلتزم بقواعد، وده اللي كان ماشي في الفتره القديمه. اللائحه الجديده انا بعت لمجلس الاداره كذا مره اعتراضي على اللائحه، وقلت انها هتعمل مشاكل في الاختيارات قدام، وده اللي حصل. ده من البدايه يعني؟ ده متسجل ان انا اعترضت على اللائحه دي كذا مره، ومجلس الاداره عارف الكلام ده. حضرتك لو في حاله حل هذه الخلافات عندك استعداد للعوده مره اخرى؟ بص حضرتك، مفيش حد بيرفض ان هو يشتغل مع منتخب مصر. نعم. ودي حاجه كل الناس عارفه كده، وكل افريقيا عارفه ان انا بحب اشتغل مع منتخب مصر وده مكاني. بس احنا حصل خلاف، وشايف ان اللعيبه بتتاذي والاهالي بتتاذي من الكلام ده. ف يعني ما فيش حاجه بتيجي بالعافيه، يعني الواحد حس ان الدنيا مش ماشيه، ففضلت ان انا استقيل يعني. طيب كابتن ايمن، هل